عصا ما عادوش تعلموني انتم المشيخه وما فعل ما يسوي. بشاي قتلت الرجال يا فعلته. سيروا كلموا الناس في القريه كلهم على ان احنا عن نكبر غدوه. ابي يا عيالي فهموني. خاطرك دوروا في كل بقعة تحت كل حجر، دوروا في كل مكان. يا ليت يا والد وابنك ما دخل بطن الوحود. ان شاء الله نفعل الذي علينا والباقي على ارحم الراحمين. يعيش في حسرة ويدمي قلب أمه بالجراح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يلزم أي خدمة. تسلم. سلام. ما شاء الله والسيارة تقول لي حقه. إنه منين حقه؟ هو واحد صعلوك مدري منين تسلفه. وانا كيف يا عم عبد الله احنا نمشي لهم؟ يا عم عبد الله ها تمام عدي لكم خبر بعد هي ايوه يا ابني طمني، كيف انت وكيف العمل معك؟ والله الحمد لله تمام. حتى شوفي يا عمي إنسان محترم قوي. حتى شوفي جاب لي السيارة حقه، قال ما بلا أسافر به وارجع. يا رسي الحمد لله الله يحفظه. هذا شكله يما صاحبي حمد شيخ، ورجع جوابه سريع وارجع. يا ابني لكن الغداء قدو جاهز، قد نشر. سريع جوابه لا وارجع. تأخر. أهلا يا حمد. ارحب يا رسيل، ارحب. وين الغيبة؟ والله حيا بس. كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله. هذه السيارة قدي حقك؟ ماشي، هذه الله حق عمنا اللي بين اشتغل معه. ما شاء الله. والعمل كيف معك أنا؟ والله الحمد لله تمام. كذا انا داري انه والله ما معد فيها حتى مسمر واحد. وحمد وينه؟ حماد ودو أول واحد عند رسي. عند رسي؟ أيوه عند رسي. ولا رضي يرح له هذا الولد من رسي. امانه سله عنده العاء، قل له يجي لا عندي. ماشي امان الله يجاك السرازه. الله يسعدك يا رسيل، الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا هاني. جاوب أبي. تمام. يلا سابر يا رسيله، سر جاوب عمي وبيننا خبر. يلا سابر. ولا رضيت تروح لك من رسيل هذا عدة مرات وانا اقول لك روح لك من رسيل. عندك انت داري ما افعل. يا عم ايش سوى؟ هو ما سوى. عساه خلاص. يلا اختمت والعيال شيلوا حبوا شوال البنت ورسون سريع يلا. الولد هذا عينني. ما هذا يا ابني؟ مالك من البندق ما تشي منه؟ مالش ما فجعتيني. صلي على رسول الله. مشتي من البندق ابشي اتنصع وارجع.
يا ابني الله يرضى عليك، برد لك من البندق رجعه مكانه. لا تخافي ما لا تخافي، ما الجهل جات الا تنصع وارجع. خاطرك. الله معك، يحميك يا ولدي، يا رب يا رب يسترك، انا ما نش مرتاحه انا قلقه يا رب. الله يستر عليك يا ولدي. الو هي وين انت؟ انا مريع لك. انا جيدة. يلا سري. يلا صابر. هيا مالك من عاد تسير؟ ما بلا معي مشوار بسيط هكذا اسير وجهي. هذا شكل الرسيل اللي تصلح، يعلم الله ما معاهم. حتى توريك النص الصح. ريع زيد افعل طلقه، اذا ما قدرت ارجع عن سابر. حتى توريك انت. يسكا. سلام الله علي عاد انا طرحتها جنبه، اما انت مدري وين طرحته. هاتت شوفها كذا. مشاي قتلت الرجال يا فعلته. بشاي بشاي يا اخي ماله من قتله؟ قوم على نصحف اهله كيفه في السيارة. يا رجاي يا رجاي اخرج يا رجل انت رجال. داخل داخل. الو دوروا في كل بقعة تحت كل حجر. دوروا في كل مكان. ما في يا عيالي فهموني. ما انت جارية ما به ابني شرسي الرماخي. ابني شرسي الرماخي. لو يموت والله العظيم لا نقبره من لا جمعة. الو رسيل. ها حمد خير بشر ما وقع او مات؟ لا يا رسيل ما ماتش، بس قالوا حالة خطيرة جدا. وكيف ذا الحين اجي لعندكم او كيف؟ ايش تجي انت والجنان؟ قد اهل الرجال قلبوا عليك الدنيا قلب، والله لو يكسروك لا يقتلوك. انت جلس على ما انت لو ما يهدأ الوضع، وانا ايش اقول لك؟ سابر اسمع امانة الله عند امي وضمنها وقول لها لا تخاف. طيب ولا تقلق سابر، تواصلي.
الو يابا بشير مات يابا. ايش ولدي مات. ايش بتقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الو رسي، حمد. الولد مات يا رسي. ها؟ انت اسمع الكلام الذي انا اقوله لك بالحرف الواحد. خلاص صابر طيب، وشوف امي يا حمد وضمنها يا منعه. يلا طيب خاطرك. بتفهم انت تورط مع رزي. ليش اتورط يا عم؟ انا ايش اشهد بالحق والذي بذلته انا؟ هيرحم انت ولا تفهم ولا تعقل، لكن انا عاد اوريك كيف قعبك. يلا احضر دقايق. وانا تكلمتك وقلت لك راح تساير رزي، لكن انت جالس ما رضيت، لكن قعبك هكذا جنب بقعدك هذه. بقعدك يا شيخ انا داخل على الله ثم عليك يا شيخ، انا في وشك يا شيخ. صلي على رسول الله وآله. مالك يا شيخ ايش في يقتلوني؟ من هم؟ اسمع انا بحكي لك القصه. كان انا وصاحبي حمد ودحين انا داخل على الله ثم عليك يا شيخ. خير، وحمد وينه؟ حمد مدري، قال اجي له عندك وعيرجع يلحق. وصلت ما يوقع الا خير. ها محمد، ها العب. دورت لا تتعب نفسك ولا شيء. هو لك غريمك رسيق عند الشيخ حامد. متأكد عند الشيخ حامد؟ ايوه عند الشيخ حامد. انا بنعتبرك ساعبني. حاضرك. هذا تلفون مغلق. ونسى وينه؟ ها علمك لقيته؟ والله شيخ قد لفينا الدنيا لف ما لقينا، راح الصمة. يا شيخ يا شيخ، من هذا البيت هكذا؟ الله مصلحين اكيد يا شيخ، هم ايش يقتلوني يا شيخ؟ اكيد ما دراهم انك اكيد عرفوا من ناجي عرف من حمد وصار كلمهم هما بالله. يا شيخ انت جسانه ولا عليك. خير ما به. وين الخير وقد الشيخ بيحمي القتلة عنده؟ ومن قال لك هذا الخبر؟ لا عاد تخفي يا شيخ ولا شيء، بدل ما تسلم القاتل هذا جيت تحمي وتخلي في بيتك. صح، ما عادوش تعلموني انتم المشيخه وما فعل ما اسوي. معاكم عاقل وانا اتفاهم مع ابوكم. يلا من انا. سابر يا شيخ، والله ان دم اخي ما يروح حذر، بس خلي لو ما بيجي بعدين نتفاهم. هيا ما يشفي يا شيخ. هي
اسمع يا أخ عبد الله، كل الجهالك يبطلوا الجنان حقهم والغاغة هذا. القاتل تعرفوه مني، ما عليك، ما سووا شيء. المهم الخبر قدو عندك، كما قد جيت عن الجابر. خاطرك. يا رب فرجها على من جرت الدنيا عليه، واجبر كسوره ثم خذ بيده إلى درب الفلاح. ما بش سواك ندعيه بالشدة ونتضرع إليه، ونسأل عفو وغفران ولطف والصلاح. يا كسر ظهري يا واجع قلبي ويا غابني عليه، من غره الشيطان وسواس إلى حمل السلاح. لحظات قالت يقتل ويخسر بعدها أقلام لديه، يعيش في حسرة ويدمي قلب أمه بالجراح. حمل السلاح أكبر خطأ وما يجينا من صلاح، إلا المواجع والبلاء والشر والباطل وآح. يا شيخ عند شيخنا وانت شيخ الكل، ما تقصر أبدا. أنا بقول لك العيال هم غلطانين، العيال غلطانين في الأول والأخير هم غلطانين، ولكن شباب ايش نقول لهم؟ أخوهم قتل، هم في حالة غضب. أيوة في حالة غضب، الله يدي لك الصحة والعافية. خلاص يلا. طيب حاضر من العيوب. مع سلامة الله، الله يوفقك. مع سلامة الله. الله عليكم، ما تستحوش على أنفسكم إنه تعتدوا على مكالف للبيت، وفوق هذا تعتديتوا على بيت الشيخ وبالسلاح. يا الله، إن هذا آخر تربيتي لكم. هذا وقد حذرتكم وأنذرتكم إنكم ما تفعلوا أي شيء إلا لما وصلنا. هذا المواقف ما تشتي لها شخاخة وعنجهية وفوضى، هذا مواقف تشتي لها حكمة وصبر. ما تكونش صدقوا عيال الناس والمنافقين والمطابزين، وقالت قلتي قالت قالوا. افهموا، اعقلوا. يا حميكم حمي على تربيتي فيكم وخسارتي على تربيتي فيكم. اسمعوا، سيروا كلموا الناس اللي في القرية كلهم على ان احنا عن نكبر غدوة. سمعتوا؟ عادوا مطنن عليا. يلا امشوا يلا. اسمع يا ولدي، والله مني ما بنفسرك إلا واحد من العيال، لكن الجماعة كلهم مسهرين بالجثة حق ابنهم يقبلوا، وهذا عيب في حقنا، وإنك تستهرب أنت تدين نفسك أكثر. ما بش معانا إلا أبزك وأسلمك لهم، ويجعل الله لك فرج من حيث لا تدري. ولكن كيف يا شيخ؟ لا تقلق، أدراك الله يظهر حمد وتتضح القضية كلها. لكن حمد من عيدر ما فيش له ولا أثر. يا ولدي نفعل الذي علينا والباقي على أرحم الراحمين، لا تقلق. هو صوت يا عيال عبد الله،
قالوا عطفون اخوكم بشير غضواه. ايوه. لا هذا الحد قدام اخوكم رخيص. احترم نفسك وجابر ساعة الخلق والناس. طيب الواحد ما يحل المشكله لو قد فصلتوا القضيه نفسها تفصلوها. كيف؟ تفصلوا القضيه ما يصير تكبروا هكذا. اذا قبرتوا اخوكم بيحصل تلاعب في القضيه وبيخرج راسي ساعه الشعر من العجيب. والله لو ما عاد بقى رجال في القريه. اسمع راسينا دارينه دق الحديد وعاد حامي وفي الاخير واحد بواحد خاطرك. اسمح لي يا شيخ اشتي اشوف امي قبل ما نمشي. تفضل يلا. رسيل نادم والندم واضح عليه في وجنتاي. إن شاء الله نفعل الذي علينا والباقي على أرحم الراحمين. تجيب الله بالخطا والآن يترجى السماح. يعيش في حسرة ويدمي قلب أمه بالجراح. حمله السلاح أكبر خطأ وما يجينا من صلاة إلا المواجع والبلاء والشر والباطل وآح. رب السما شاهد وكل إنسان بالدنيا شهد. ما كنت أنا قاصد لقتل ابنك وخلق الله شهود. قتل الخطا وارد وما حد للمقادير بيرد. يا ليت يا والد وابنك ما دخل بطن اللحود. والآن بناشد ضميرك وانت جاوبني ورد. واحد بدل واحد او العفو والجودة تجود. وقفوا يا أصحابنا وقفوا. يا والد المكتوب جيتك بجاه الله والرسول أخاطبك بالقول ذي يرضيك ما فيه جدال. ما تطلبه مقبول لكن شوف ضميرك ما يقول. وذي قتل مبذول وروح في يدك يا ابو الرجال. والعفو له محصول ومن يعفي فقد نال القبول. في عرضها والطول ترتفع راية فوق الجبال. والخطا قد وقع والزلات ما يسلم منها احد. واحنا قد وصلناكم وجينا لعندكم. ان شئت عفيت
ولا أخذت بالنقة وسلامتكم. أنا والله ما أقول إلا الحقيقة وما أقول إلا الذي شفت. وأنت وين أنت هذا الحين مختفي؟ الذي حصل معي وخلاني هكذا ناس ما يستونيش أشهد بالحق. وانا اقول لا ما رأت بعيني. انا اطلب اليمين منك. هات يدك. تقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. مخلي الديار. مخلي الديار. مطفي النيار. مطفي النيار. انك ما كنت قاصد ولا حاقد ولا منوي تقتل ابني. اني لا قاصد ولا حاقد اقتل ابنك في حاجه. خلاص وانا مصداقا لقوله تعالى فمن عفا واصلحوا فاجره على الله وعلى الوجيه الطيبه هذا ومن حضر انا عافي بدم. انا عافي بدم. يا ولد المقتول بجاه الله جيتك بالرسول أخاطبك بالقول ذي يرضيك ما فيها جدال ما تطلب مقبول ولكن شوف ضميرك ما يقول وذيقة المبذل وروحه في يدك يا ابو الرجال والعفو لما احصل ومن يعفي فقدنا للقبول في عرضها والطول ترفع رايته فوق الجبال يا ولد المقتول بجاه الله جيتك بالرسول أخاطبك بالقول ذي يرضيك ما فيها جدال ما تطلب مقبول ولكن شوف ضميرك ما يقول وذيقة المبذل وروحه في يدك يا ابو الرجال والعفو لما احصل ومن يعفي فقدنا للقبول في عرضها والطول ترفع رايته فوق الجبال ما تطلب مقبول ولكن شوف ضميرك ما يقول وذيقة المبذل وروحه في يدك يا ابو الرجال والعفو لما احصل ومن يعفي فقدنا للقبول في عرضها والطول ترفع رايته فوق الجبال